رجع شي شويه. اهلا وسهلا متتبعي جريده عبير مباشره من امام قصر العداله بمدينه الرباط. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام، يعني اليوم تم الحكم على الجزائري اللي كان تبول في مركب في الملعب. اليوم كان الحكم عليه هنا بمحكمه الابتدائيه بمدينه الرباط. يعني نخليو الاستاذ صوفي هو اللي غيبين لنا بشحال التحكم وشحال الغرامه اللي عطاوه اليوم. استاذ صوفي انت معنا على المباشر. اهلا وسهلا جريده عبير وحدث 24 واصوات، مرحبا بكم. ديما كتواكبونا في الاعمال ديالنا. حنا بدورنا كيشرفنا اننا نسودكم بالمعلومه في اطار الحق في الخبر. ما دمنا نتحدث عن حمله زيرو تفاهه، فتتبعنا هذا الملف على اعتبار ان المتورط في هذا الملف او المتهم في هذا الملف اللي هو من جنسيه جزائريه، واللي هو الاخر يعني يوتيوبر جزائري اللي جا المغرب في اطار فعاليه الكان. جاء كمشجع للفريق الجزائري واللي ارتكب افعال لها تماس وخصام مع القانون الجنائي. هذا الشخص حكم اليوم امام المحكمه الابتدائيه بالرباط. كما تعلمون انه توبع من قبل النيابه العامه، من قبل السيد وكيل الملك ابتدائيه الرباط بجنح السب والقذف في حق مجموعه من الاشخاص بمناسبه انعقاد التظاهرات الرياضيه او اثناء انعقادها او بمناسبه انعقادها، وذلك استنادا الى مقتضيات الماده 308(5) التي تعاقب بعقوبه من 3 اشهر الى من شهر الى 6 اشهر، وغرامه كتصل في حدها الاقصى الى 10,000 درهم، 1200 درهم الى 10,000 درهم. وايضا توبع بمقتضيات الماده 483 المتعلقه بالاخلال العلني بالحياء، للعقوبه ديالها كتبدا هي الاخرى من 3 اشهر الى 2 سنين، وغرامه ما بين 200 درهم 500 درهم. اليوم المحكمه الابتدائيه بابتدائيه الرباط يعني اصدرت حكمها القاضي في حق هذا المتهم الجزائري بعقوبه مدتها 3 اشهر حبسا نافذه وغرامه قدرها 500 درهم من اجل كل الافعال المنسوبه اليه المتمثله في الاخلال العلني كما قلت، وفي السب والقذف في حق مجموعه من الاشخاص اثناء انعقاد مناسبه رياضيه. وبذلك يتضح ان المحكمه قد متعته بظروف تخفيف، ربما نظرا لانعدام السوابق القضائيه، وايضا في اطار تفريد العقوبه تكون المحكمه قد متعته باقصى ما يمكن ظروف تخفيف، وبالتالي يعني حققت المحاكمه العادله وعملت السلطه التقديريه ديالها. وبالتالي سجلت ابصمت المحكمه على شيئين مهمين، وهو انه لا احد فوق القانون. نحترم ضيوفنا، ولكن يجب على هؤلاء الضيوف ولو في مناسبه رياضيه ان يتحلوا باحترام القيم والضوابط والقانون المغربي. ولكن كل من تجرأ على المساس بقيمنا وبضوابطنا القانونيه بلا شك يحاكم وفق الضوابط القانونيه، وهذا ما تحقق. بالتالي يعني نشكر المحكمه الموقره على تطبيقها القانون، وعلى ايضا ما متعته بهذا المتهم، لان متعته بظروف تخفيف، وهذا كيدخل في اطار الصلاحيات ديالها. ما يهمنا ان القانون قد طبق، وان هذا الشخص يعني حظى بمحاكمه عادله. استاذ يعني كنشوفوا ان هذا تبول في المركب يعني في الملعب، وكنشوفوا كانوا بعض الاشخاص اللي كانوا قطعوا الفلوس. يجب ان نفرق هذا الملف ديال هذا المشجع اللي كيتحاكم هنا في سميتو في ابتدائيه امام ابتدائيه الرباط. ما كيتحاكمش على خلفيه هذاك التصرف اللي دار، اللي هو التبول في الملعب. هذه الواقعه وقعت في الدار البيضاء، لانه بمناسبه لما كان الفريق الجزائري كيجري المباريات ديالو بالمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، تقدم على ضوءها امام محكمه ابتدائيه امام السيد وكيل الملك ابتدائي الدار البيضاء، تم الافراج عنه. لكن يعني بعد ذلك تم تعميق البحث معه، وذلك بحجز الهاتف النقال ديالو والولوج الى الهاتف النقال. اتضح من خلال
يعني التصفح او الاطلاع على هاتف النقال على انه يرتكب افعال اخرى، وهي السب والقذف في حق مجموعه من الاشخاص اللي هم الجمهور، واتضح ايضا على انه يقوم بافعال مخله بالحياء، وبالتالي تبع على ضوء هذه الافعال امام المحكمه الابتدائيه بابتدائيه الرباط. اذا هذه الواقعه اللي كيتابع عليها هنا في ابتدائيه الرباط هي واقعه تتعلق بالاخلال العلني بالحياء وبالسب والقذف في حق الجمهور، يعني لا علاقه لها بالواقعه ديال الملعب في مدينه الدار البيضاء ومدينه الرباط. وبالتالي يعني هاد الوقائع اللي تتابع عليها يعني تم الوقوف عليها وتحصيلها من خلال الاطلاع على الهاتف النقال اللي تم عزوه على ذمه هذه القضيه. بالتالي يجب ان نفرق من باب التوضيح وايصال المعلومه الصحيحه. اليوم الحكم راكم سمعتوا 3 شهور، حنا غادي ربما قد يتساءل البعض ما علاقتنا بهذا الملف، يعني ما كنعذروش هذا الشخص ولكن متبعينه في اطار محاربه او في اطار حمله زيرو تفاهه زيرو عاطفه، ما دام هذا الشخص يعني ايضا هو مؤثر جزائري ويوتيوبر واصدرت لي افعال اللي كتدخل في اطار التفاهه. تتبعنا هذا الملف يعني في اطار الاطلاع على هذا الحكم وفي اطار يعني نشوفوا الموقف ديال المحكمه من هذه النازله. اتضح بان المحكمه فعلا تصدت النازله واعطت واحد الحكم اللي فيه اشارات قويه على انه لا يمكن لاي شخص ان يفلت من العقاب او الملاحقه القانونيه كيفما كانت جنسيته. الغرامه 500 درهم. الغرامه قلت 3 شهور حبس النافذه والغرامه 500 درهم. واش استاذ صوفي كيبان لك بان هذا الحكم ديال 3 اشهر كيبان لك انها كافيه، لانه كان يعني سب الجماهير المغربيه تبول وموثق ديك الطريقه اللي تبول بها؟ واش كتبان ان 3 شهور كافيه؟ حنا ما يمكنش لينا الواقعه الاول اللي تنقول لك وقعت في الدار البيضاء ما عندناش اطلاع على الملف، لكون انه ربما يكون انكر، ربما لانه تيقول بانه هذاك ماشي تبول وانما ذاك راه عصير او شي حاجه. سمعنا هذا الكلام ما عرفتش المحضره شنو فيه، سيما ان الواقعه ديال التبول ما كايناش بشكل مباشر، يعني هو كان كيشير بانه تبول، ولكن المحاضر الرسميه يعني اللي على ضوءها تم الافراج عنه ما عرفناش. الواقعه اللي تحاكم عليها هنا في الرباط كتعلق بالسب والقذف، ربما كلمات او تراشق بالكلمات او كلمات اللي كتصدر اثناء الحماس ديال الكره او شيء من هذا القبيل. الاخلال العام بالحياء يعني كيتمثل ربما في حركات قام بها اللي غتكون بذيئه. السب والقذف في حق الجمهور ربما ما تكونش شي كلمات اللي قاسيه. بالتالي الاساسي في هذا ان كاين ادانه ما كاينش براءه، هذا هو المهم. اما كون ان الحكم يعني قاسي او حكم مخفف هذه السلطه التقديريه للمحكمه. شكرا. كما سمعتم مشاهدينا الكرام، هذه هو الحكم اللي تحكم به يعني الشخص الجزائري المستجع الجزائري اللي كان تبول في التيران وكان كيسب والشتم المغاربه. اليوم المحكمه الابتدائيه بمدينه الرباط تم الحكم عليه ب3 أشهر نافذه و500 درهم غرامه ماليه. حتى لنا مشاهدينا غنكون وصلنا لنهايه هذا البث، الى بث مباشر اخر ان شاء الله.